ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم حلقة جديدة مع اوب جيمنج. النهاردة يا شباب هنلعب لعبة كريزي هيرو. بناء على حضراتكم في جروب الواتس سألتكم انزل فيديو عن ايه، فالأغلبية قال اللعبة بتكسب فلوس وأقدر أسحب أرباح فودافون كاش واتصالات كاش وكده. فقلت مش هحرمكم من حاجة والنهاردة هنعمل إثبات سحب من لعبة كريزي هيرو، وإثبات سحب تاني من لعبة كريزي دوج اللي أنا شرحتها قبل كده، وقلت إن أنت تقدر تجمع منها مبالغ كويسة توصل 1300 جنيه وأكتر. أيوة زي ما أنت سامع كده. واللعبتين يا جماعة بيسحبهم على ضمانتي الشخصية. والنهاردة هنسحب من لعبة هيرو ولعبة دوج. ولكن يا شباب قبل ما نبدأ أي حاجة، لو أنت لسه صاحب جديد معانا في القناة مش هوصيك الصور الأحمر تحت بتاع الاشتراك، دوس عليه بسرعة وحولوله رصاصي عشان تضمنا في القناة، ونعمل لايك للفيديو دوت نوصله لأكبر عدد من اللايكات. وبس كده نبدأ بقى نشرح اللعبة. لعبة كريزي هيرو يا جماعة من اللعب برضو اللي كانت عاملة نجاح كبير جدا أول ما نزلت، وناس كتير حملتها وناس كتير كسبت منها أرباح أكتر حتى من 1300 جنيه. في يوتيوبرز أعرفه سحب من اللعبة ديت 2000 جنيه وأكتر، وما زالت اللعبة دي بتسحب. ولكن لعبة كريزي هيرو كريزي دوج اتمسحوا مع متجر بلاي. طب اتمسحهم ليه؟ فيهم حاجة غلط أو حاجة؟ لأ، اتمسحهم علشان ما تقدرش تعمل دعوات. ولكن عادي انت ممكن تعمل دعوات بسهولة. هتنزلها APK من على أي موقع جوه كروم أو حاجة، أو لو انتوا مش عارفين تحملوا اللعبة ديت مع جوه كروم ممكن أسيب لكم لينك في جروب الواتس تحملوا منه اللعبة على طول. هتنزل اللعبة عادي وهتعمل لها تثبيت. طبعا ممكن متجر بلاي يقولك ان هذا الملف ضار وكلام من ده، اضغط تثبيت على اي حال هو هيقولك الملف ضار. هو مش ضار ولا حاجة، اللعبة عندي ومثبتها عندي في التليفون ولا ضار ولا حاجة. بس هو بيقولك انها قد هذا الملف يكون ضار علشان اللعبة كانت موجودة على المتجر واتمسحت. فاهمين بس الفكرة ماشية ازاي؟ عشان بس ملاقيش حد يطلعلي في التعليقات ويقولي اللعبة فيها فيروس. اللعبتين يا جماعة هيرو او دوج زي الفل. تقدر تثبتهم وتجمع منهم فلوس تعمل دعوات وكل حاجة. طيب خلينا بس افهمكم ازاي تكسب من اللعبة. في كذا جزء في اللعبة تقدر تكسب منه فلوس. جزء من المهمات اليومية دوت اهو. جزء من المهمات اليومية يتم تحديث المهمة في منتصف الليل كل يوم، يعني انت كل يوم المهام دي بتتجدد. هما كانوا اكتر من كده، كانوا بصوا يا جدعان باختصار المهام اللي كانت في كريزي دوج هي بالظبط بالملي اللي موجودة في كريزي هيرو. بس هو ظهر عندي حاليا اتنين بس. ليه؟ لان انا اتعديت المستوى 1000. ونفس الكلام في دوج، لو انت عديت المستوى 1000 او في هيرو عديت المستوى 1000 واكتر ما هيظهر عندك المهمتين دول بس. جزء إكمال المهام التفاعلية دوت شرحته قبل كده في دوج برضه عادي، تقدر تجمع منه المهمة الواحدة هنا ب20 عملة. طب هنجمعهم ازاي؟ نضغط كده بالشكل ده، هلاقيه فتح معانا صفحة كده هننتظر فيها. مش هتعمل أي حاجة ولا تضغط أي حاجة، هتفضل سايبها كده اهوت 30 ثانية بالظبط أو يمكن أكتر، 5 ثواني، 35 ثانية بالظبط، وتاخد العملات بتاعتك. هننتظر مع بعض ناخد العملات وارجع لكم تاني. طيب دلوقتي بعد ما ال30 ثانية عدوا انا بالظبط ما عملتش حاجة غير ان انا سبت التليفون كده فاتح النت وسبته حوالي 30 ثانية بالظبط. ضغطت سهم باك لورا، جاب لي ال20 عملة، وهضغط يسار ابن القبول هلاقيه على طول اتضاف معايا اهو. اتضاف معايا. انت ليك في اليوم بقى 5 مرات من دول. طيب ده بالنسبة للعملات الصفراء. العملات الصفراء تقدر تجمعها عن طريق جزء المهمات اليومية، ودول برضو تبعهم. ده تبع المهمات اليومية. نقدر نجمع طبعا عملات عن طريق إن حاجة تلعب، دوس ستارت هيحولك على طول على اللعبة. اللعبة بيقولك نعمل كده بس عشان الوحش ما يجيبناش، نحاول نوقعه عشان يخسر وإن احنا نكسب. أو ممكن يجيبلك دور تاني بيقولك خلي البطل أو الشخصية ديت توصلها للفلوس أو الكنز بتاعها. طيب دلوقتي أنا كسبت الدور، بيقولك عشان اخد 7 عملات من الاصفر و8 جنيه ونص من العملات الخضراء
اضغط استلم واشوف اعلان. انا مش عايز اشوف الاعلان دلوقتي، هضغط احصل على 20% رصيد فقط. خلاص يسعدني القبول كده، ما اخدت 20% بس. جزء بقى بتاع العملات الخضرا دوت بيسحب، بتسحب منه عادي، مفيش اي مشكلة. بيوصلك فودافون كاش، اورنج كاش، اتصالات كاش. وجزء العملات الصفرا برضو بيسحب. انا معايا في العملات الصفرا 7 جنيه 227، يعني 7 جنيه و22 قرش بالظبط. لو ضغطت على سحب كل شيء هيبقى هقدر اسحب عادي، مفيش اي مشكلة. ولكن يا شباب قبل ما نسحب وقبل ما نتكلم في اي حاجة، اوريكم انا ساحب من اللعبة ديت قد ايه. اهو كل ديت سحوبات انا ساحبها. اجمالي السحوبات 30 جنيه. كنت ساحب قبل كده مرة اورنج كاش 9 جنيه و4 قروش، مرة 6 جنيه ونص، مرة 9 جنيه، مرة 5 جنيه، مرة كده. فضلت اسحب. وديت فشل الانسحاب، دي كانت خطأ مني في الاول، كتبت رقم غلط. تمام. اجمالي السحوبات 30 جنيه من اللعبة دي. ممكن اجمع اكتر من كده عن طريق الدعوات بتكسبك اكتر من كده بكتير، بس انا ما بعملش دعوات كتير، فعشان كده آه بكسب مبالغ قليلة. ولكن يا صاحبي انت لو عملت دعوات صدقني على ضمانتي هتكسب مبالغ كويسة. طيب تعالى كده نشوف لو دعيت صديق واحد ايه اللي هتكسبه. بيقولك إذا اجتاز صديقك المستوى 15 ستحصل على 2 جنيه و12 قرش من العملة الخضراء و300 عملة صفراء. وإذا اجتاز صديقك مستوى 50 ستحصل على 300 صفرا برضه و2 جنيه و12 قرش برضه. إذا اجتاز صديقك مستوى 100 ستحصل على 600 عملة، يعني 2 جنيه برضه من العملة الخضراء. إذا اجتاز صديقك مستوى 200 ستحصل على 900 عملة، يعني تقريبا تقدر تقول كده جنيه. تمام. نرجع كده. طيب جزء بقى العملات الخضراء تقدروا تسحبوا منهم 325 أو 650 أو 1300 جنيه. بيبقى قدامك 3 خيارات كده تحدد المبلغ اللي تقدر تسحبه، وتضغط سحب هيدخلك على قائمة الانتظار. طب يعني ايه قائمة الانتظار؟ بيحطك يعني قدام شوية مهمات كده بتعملها يوميا علشان تقدر تتخطى قائمة الانتظار وتقدر تسحب المبلغ اللي انت عايزه. يعني انا دلوقتي اخترت 325 جنيه وخلاص، انا في الترتيب 51، وفاضل لي بس حاجات بسيطة يعني، وان شاء الله هعمل اثبات سحب ان انا ساحب من اللعبة ديت 325 جنيه. هي فيديو تاني هينزل قريب وانا بسحب 325. ازاي نتخطى قائمة الانتظار؟ قم باجتياز المستوى 10 وعرض 10 أعلام. يعني هتلعب 10 مستويات وتشوف 10 أعلام عشان تتخطى قائمة الانتظار، أو تقطع قائمة الانتظار عن طريق دعوة 3 من الأصدقاء. يعني لو جاءت 3 من الأصدقاء تتخطى برضه قائمة الانتظار. تمام. نرجع كده. أنا في المستوى 1923، علشان كده المهمات اليومية مكانتش ظاهرة معايا كلها. بس تمام. في كمان نقطة نسيت أقولكوا عليها. الجزء دوت بتاع الصندوق ده من برضه قسم تقدر تجمع منه عملات من اللي هي الصفرا. بيقولك تجتاز 10 مستويات و10 أعلين وتضغط 5 أصدقاء تكسب 5 جنيه أو 4 جنيه ونص. فحاجة كويسة جدا برضو. لو عملت كده في اليوم تقدر تجمع 4 جنيه ونص أو 5 جنيه حتى. بالغ يا جماعة، ممكن حد يستهيف بالأرقام اللي بقولها، ولكن اللعبة يا جماعة بقولكم في ناس بتسحب أكتر من 1300 جنيه. وكريزي دوج نفس الحوار، تقدر تجمع منها مبالغ كويسة. أنا مسطب عندي لعبتين، لعبة كريزي هيرو وكريزي دوج، وبجمع منهم كل فترة كده كم مبلغ يعني. يعني دلوقتي أنا موريكم من كريزي هيرو إن أنا ساحب منها 30 جنيه، ودوج ساحب منها يعني في نفس المستوى 30 40 كده. كده إجمالي مع 70 جنيه من اللعبتين دول بس. طيب خلينا كده نسحب أرباحنا اللي معانا حاليا. دول 7 جنيه و22 قرش. أنا هختار أورنج كاش، اضغط يتأكد، اضغط سحب كل شيء، اكتب رقم وارجعلكوا تاني. بس هيقولي انسحاب ناجح وال7 جنيه 22 قرش قد وصل. هضغط يسعدني القبول. هنشوف كده ايه ده.
تهنئة على السحب الناجح ويرجى قبول هذه المكافآت. طبعا أنا دي 16 جنيه و95 يعني 17 جنيه. بيقولك عشان تاخدهم تضغط اسعدني القبول، هتشوف إعلان ويجيبوهم لك، هيضافوا في العلامات الخضراء. طبعا أنا مش عايزهم، اضغط رابط. نيجي نشوف خانة الانسحاب، مكتوب أورنج 7 جنيه 23 قرش كلمة الانسحاب وخضرا اهي. لو ظهرلك زي اللي تحت دي انسحاب ناجح يبقى الفلوس وصلت، ما ظهرتش يبقى السحب لسه موصلش. هو حاليا لسه موصلش. لو رجعنا كده نرجع خطوة كمان، هنلاقي الفلوس عندنا في كريزي هيرو قلت. طبعا لسه السحب موصلش، ولكن يا جماعة هو بيوصل خلال دقايق. يعني هي دلوقتي الساعة كام؟ الساعة دلوقتي 9:33 بالظبط، دقيقة ولا دقيقتين وهيوصل على طول. لو ضغطنا كده هنلاقي بيقولك 7 جنيه 23 قرش انسحاب ناجح. يعني فعلا يا جماعة السحب وصل. طبعا هتلاقي اثبات السحب هيظهرلك في اي جنب في الشاشة، هتلاقي فوق تحت، لان طبعا الرسالة مهياش جايلة على التليفون دوت، هي جايلة على تليفون تاني. فهظهر لكم اثبات السحب في اي جزء من الشاشة. تعالى برضو على السريع نسحب من كريزي دوج. كريزي دوج يا جماعة انا شرحها قبل كده، لو انت مشفتش الشرح بتاعها هسيبلك لينك في وصف الفيديو تقدر تتفرج على الفيديو بتاعي وتعرف تجمع البيتين دول. لو ضغطنا كده على العملات الصفرا اللي معايا، انا معايا حاليا 13 جنيه. لو ضغطت على سجل الانسحابات انا ساحب من اللعبة ديت 11 جنيه ونص قبل كده انسحاب ناجح، و5 جنيه انسحاب ناجح. تمام. وادي 13 جنيه هنسحبهم كمان، نضغط سحب كل شيء ونضغط ينسحب. هيقولك ال13 جنيه وصلهم يسعدني القبول. نفس الحوار بتاع هيرو بالظبط. هيقولك الخانة ديت هنضغط الغاء. هنيجي نشوف كده في خانة السحب، هلاقي بيقولك الانسحاب يعني لسه موصلوش، ولكن اول ما يوصلهم طبعا هسيب لكم في الشاشة كده اثبات السحب انهم ظهروا. لكن بس عشان محدش يقولي في الكومنتات انت جايب رسالة قديمة وكلام من ده، الساعة يا جماعة حاليا 9:65. السحب بيوصل مفيش دقايق، بيوصل بسرعة من اللعبتين دول. فانا لو جيت بصيت كده في السجل هلاقي بيقولي 13 جنيه انسحاب ناجح، يعني فعلا ال13 جنيه وصلوا. تمام. بالنسبة للعبة كريزي دوج أو هيرو، أنا قلت اللعبتين ممسوحة مع متجر بلاي وتقدر تحملهم من أي موقع. وبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو في أي سؤال عايزين تسألوهولي اكتبولي تحت في التعليقات وإن شاء الله هرد في أسرع وقت. بس كده يا شباب، وده الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة دعما منكم ليا. ولو عجبكم الفيديو دوت وعايزين لعب أكتر تكسب فلوس أكتر وبإثباتات سحب قولولي في الكومنتات، وأنا إن شاء الله هعمل فيديو قريب عن الموضوع دوت. بس كده عشان مطولش عليكم في الفيديو، اشوفكم المرة الجاية فيديو جديد مع بابا جيمنج. يلا سلام عليكم.